السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأغلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هبدأ أول فيديو معاكم على القناة، يا رب تكون بداية جديدة وسعيدة علينا وعليكم إن شاء الله. وأول فيديو هعمله معاكم هو الفينو. ربنا يحسن ما بين إيديكم، ويلا بينا نبدأ الفيديو. معايا 10 معالق من الزيت، 5 معالق من السكر، معلقة بيكنج باودر، كوباية من الزبادي، معلقة ونص من الخميرة، طبعا معلقة كبيرة، ومعايا 3 كوبايات من المية وكيلو من الدقيق. هجيب بولة وابدأ احط فيها كوباية ونص من المية. طبعا المية تكون دافية علشان احنا دلوقتي الجو بقى بارد شوية، فهنحط مية دافية. وهبدأ احط الخميرة. طبعا احنا هنا بنختبر الخميرة علشان العجينة مش تبوظ مننا. وهحط الخميرة والسكر وابدأ اقلبها بالمضرب كده زي ما احنا شايفين مع بعض. اول ما تعمل معايا الفقاقيع اللي احنا شايفينها ديت، نعرف ان الخميرة كده نشطة معانا، ونبدأ نكمل الوصفة بطريقة يعني بقلب جامد. زي ما احنا شايفين كده، احنا هنا اختبرناها كده الحمد لله كويسة معانا. هبدأ انزل بالزبادي او اللبن الرايب زي ما حبايبنا في السعودية بيقولوا عليه لبن رايب. وابدأ اديله تقليبة كده بسيطة لغاية ما الزبادي يفك معانا خالص. وبعد كده احط الزيت زي ما احنا اتفقنا، 10 معالق من الزيت. ليا معلقة الأكل العادية خالص، والسكر برضو نفس الطريقة 5 معالق بالمعلقة الكبيرة. وهنا هبدأ أنزل بالدقيق، طبعا لازم يكون منخول عشان نخرج الهواء اللي فيه. وبعد كده هنزل بالبيكنج باودر وربع معلقة من الملح. وهبدأ اللي أنا أقلب بالسباتولا كده لغاية ما أخلط المية مع الدقيق، المكونات كلها مع الدقيق. وما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما انتي واقفة في المطبخ بتعملي حاجة، ما تنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يبارك لك في الطعام ويحسن ما بين ايديك ان شاء الله. هبدأ هنا كده انزل بالمية واحدة واحدة. طبعا ديت بقت كوباية تانية. لو انتي مش حابة تضيفي الزبادي ممكن تستعملي 3 كوبايات، لكن انا استعملت هنا كوبايتين وربع كده علشان انا حاطة زبادي. مش حابة تستخدمي الزبادي يبقى هتشيليه وتكملي الباقي مية خالص. هنا خلاص العجينة لمت معايا. طبعا هي بتلزق شوية كده، هو ده المطلوب. ما تخافيش، هي تتلم معانا وهتبقى زي الفل دلوقتي ان شاء الله. هبدأ افردها على الرخامة زي ما احنا شايفين مع بعض، وهبدأ اجيب معلقتين من الزيت، وهبدأ اللي انا افردها كده، وهحط معلقة معلقة كده. بسم الله. وابدأ اللي انا اعجنها كويس جدا. لازم تخدمي العجينة كويس علشان تديكي نتيجة كويسة. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. هنا حطيت المعلقة التانية، وهبدأ برضو اكمل عجني كده زي ما احنا شايفين كده، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ونبدأ بقى نلمها مع بعض. لو لقيتيها بتلزق في ايدك اوعي تحطي دقيق، انت ابدأي تفضلي تعجني فيها كده لغاية ما تلاقيها اتلمت معاكي كده، تبقى العجينة ما شاء الله تمام معاكي. هنا بدأت تنعم معايا ما شاء الله، اللهم بارك.
وايدي نطفت، ما بقاش فيها عجين. هنجيب هنا الطبق اللي احنا عجننا فيه وهحط فيه معلقة من الزيت، وابدأ ادهنها كده عشان بس ما تلزقش معايا العجينة في الطبق. وابدأ احط العجينة هنا. ما شاء الله بوريكم العجينة اللي هي ما شاء الله بقت جميلة جدا وطرية معايا. وهبدأ احطها في الطبق كده واغطيها بكيس ما عندك او استرتش زي اللي موجود عندك، غطي بيه. وهتحطي عليها فوطة وتسيبيها حوالي نص ساعة لغاية ما تخمر. وهنا الخميرة العجينة ما شاء الله خمرت معايا، شكلها جميل اللهم بارك. وابدأ اللي انا المها بالراحة كده خالص عشان ما اخرجش الهواء اللي فيها. احطها كده على مفرش العجين او على الرخامة اللي عندك، اي حاجة اللي متوفر عندك اعملي عليه. وابدأ اللي انا اقطعها عشان تسهل معايا التقطيع. طبعا الحجم اللي انت عايزاه صغير هتعملي صغير، عايزاه كبير هتعملي كبير، اللي يريحك واللي انت تحبيه يا ست الكل. هنبدأ نقطعها كده ونعملها دوريات كده مع بعض ونركنها على جنب. طبعا هتغطيها برضو عشان ما تنشفش معاكي العجينة. تخلصيها، واول ما تخلصيها لازم تغطيها علشان ما تنشفش معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. طبعا هنا سرعت معاكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم تزهقوا مني. ولو حابين اي وصفة يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها معاكم بإذن الله. هنا خلصت الكمية ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عملت معاكم في شوية صغيرين وفي شوية هنا كده خلاص كان خمر، اللي قدام ده كان خمر معايا واللي ورق كان لسه مخمرش. بس انا عاملة حجمين معاكم. هبدأ بقى اللي انا افرد العجينة كده، اعملها دورية كده، مش هنحتاج نشربها ولا اي حاجة بايدينا ان العجينة سهلة معانا خالص. بتتفرد معايا بكل سهولة لاني انا خادمة العجينة كويس جدا، فلازم ما تستعجليش على العجينة، لازم تخدميها كويس جدا في العجن عشان تبقى سهلة معاكي وتديكي نتيجة كويسة ان شاء الله. هنا هنبدأ نبرمها كده بطريقة سهلة خالص، كأنك بتعملي حاجة رول كده، وهتبدأي تقفلي بصوابعك. كل ما تلفيها تقفليها زي ما انت شايفة كده. طبعا ممكن تضعفي الكمية زي ما انت عايزة، ممكن تعملي 2 كيلو هتضعفي الكمية طبعا. عايزة اللي انت عايزاه والكمية اللي انت عايزاها، طبعا ديت حاجة ترجعلك انت. بس لو أول مرة تعمليه هتجربي في كيلو واحد طبعا عشان تشوفي النتيجة هتطلع معاكي ايه، وبعد كده تبدأي اللي انت تزوديه واحدة واحدة ان شاء الله. هنقفلها كده زي ما احنا شايفين كده، لازم نعمل الحركة ديت علشان ما يفتحش معانا في الفرن. وابدأ اللي انا اقفلها كده عشان تدينا نفس الاسطوانة اللي احنا بنشتريها من بره. هعمل واحدة معاكم كمان كده، بس سرعتها برضو عشان ما تزهقوش مني. ولو وصلت معايا لغاية في الفيديو لغاية هنا، ما تنسيش اللايك والاشتراك يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. هتقفليه كده زي ما احنا اتفقنا علشان يديكي نفس الاسطوانة.
بيديكي نفس الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. وهنا خلاص ما شاء الله اللي انا عملته الاول خامر خالص معانا. طبعا وانتي بتقطعي لازم يكون متغطي معاكي عشان ما ينشفش. ومعايا هنا صفار بيضة ومعلقتين من اللبن، وهبدأ أدهن وش الفينو بيه. وطبعا وانتي بتقطعي لازم يكون الفرن شغال، لأن الفينو لازم يدخل على درجة حرارة الفرن يكون سخن جدا. وبعد كده تبدأي تهديه على درجة حرارة 180. بياخد معانا في الفرن 10 دقايق بالظبط. وبعد كده أول ما يحمر من تحت هتبدأي اللي انتي تشغلي الشواية عليه. وطبعا ديت اختيارية ان انت تحطي سمسم عليه. حابة ان انت تضيفي سمسم ماشي، مش عندك سمسم مش متوفر عادي خالص، استغني عنه، مفيش اي مشكلة خالص. هحط على كل كمية السمسم. وهنا دخلته الفرن. اول ما دخلته ومشغلة طبعا المروحة، ما عندكيش مروحة في الفرن عادي خالص، مفيش اي مشكلة. وهنا شغلت الشواية عليه لانه اخد لون من تحت. هبدأ ان انا اشغل الشواية عليه، وما شاء الله اتنفخ وبقى جميل جدا. ما بياخدش 10 دقايق بالظبط تسوية. بس اهم حاجة واهم خطوة ان الفرن يكون سخن قبل ما تدخليه. وهنا ما شاء الله طلع معايا. واول ما يطلع معايا كده هنغطيه بفوطة ويسيبه لغاية ما يبرد تماما علشان يبقى طري معاكي مش ناشف. وهنا بعد ما برد معانا ما شاء الله طري وجميل جدا. وان شاء الله تعملوه بنفس الطريقة ويطلع احسن مما انا عملته ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله فتحت لكم، شايفين الفراغات اللي فيه من جوه؟ ما شاء الله اللهم بارك، مش مكتوم ولا اي حاجه خالص وطري. هنا هوريهولكم من النص شكله عامل ازاي. جميل جدا، وكان طعمه اللهم بارك جميل جميل جميل. طبعا انا بوريكم اللي انا عملت احجام. عملت اللي قدام كبير شويه، ودوت كان حجمه صغير. وبوريهولكم من هنا من تحت ان هو مستوي. وهنا بوريكم الفراغات اللي فيه. طبعا في الاول كان في الصاوي يديكم ان هو محروق شويه، لا هي الاضاءه بس هي اللي كانت مدياني ومدياه كده. بس هو ما شاء الله جميل جدا ومستوي ولونه جميل ما شاء الله. يلا اترككم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوناش من دعوتكم الجميلة. واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.